شكل تاني من الأسئلة بيكون موجود في الامتحان عبارة عن ambiguous grammar. ambiguous grammar ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مسألة بالشكل ده، بيديلك شوية رول زي ما احنا متفقين، ويبدأ يقولك اثبت لي إن الجرامر دوت عبارة عن ambiguous أو unambiguous. طيب يعني إيه ambiguous أو يعني إيه unambiguous؟ أول حاجة الambiguous عبارة عن إن أنا لما باجي بعمل left most derivation واعمل right most derivation الاقي ان في اختلاف ما بين الليفت وما بين الرايت. طب الاختلاف ده ممكن يكون عباره عن ايه؟ ممكن يكون عباره عن ان انا فكيت خطوه واحده بس موجوده في الليفت مش موجوده في الرايت. يعني معنى كده ان لازم الليفت والرايت يكونوا متطابقين بالظبط في كل الخطوات. شكل المساله اهوت قال لي عباره عن الرول ديت، استعمل لي اللي انت عايز تثبت كلمه not true and false all true من شويه الرول دي. هبدا اعمل الليفت موست. هو هنا في السؤال مش كاتب لي اي حاجه، هو كاتب لي اثبت لي ان هم ان امبيجوس. يبقى انا اول حاجه بعمل الليفت موست، بعد كده بعمل الرايت موست، والاقي ان فعلا الليفت موست بكل خطواتها شبه بالظبط ومتطابقه مع الرايت موست. يبقى معنى الاثنين متطابقين يعني مفيش اي خطوه خالص موجوده في واحده مش موجوده في الثانيه، يبقى ده كده unambiguous. يبقى كده الاثنين دول بيطلعوا نفس الناتج، يبقى دي كده حاجه كويسه. طيب لو الاتنين مش بيطلعوا نفس الناتج ازاي؟ عبارة عن مسألة بالمنظر ده كده، وقال لي اثبت لي ان هما ambiguous او unambiguous. يبقى انا اول حاجة هو هيديني جملة اشتغل عليها وابدأ اعمل لها الليفت والرايت. طيب عملت الليفت وعملت الرايت. طيب ادي الجملة بتاعتنا اللي كنا شغالين عليها، اي دي او قوس اي دي بلس نمبر ايه في القوس في الاي دي، اطلعها من الكلام ده. جيت عملت الليفت وجيت عملت الرايت، لقيت ان في اختلاف ما بين ده وما بين ده. هتلاقي ان انت عندك هنا البدايه بتاعتك غير شكل البدايه بتاعتك، يبقى تعرف ان في اختلاف. طيب علشان في اختلاف فانا اعمل ايه؟ هبدا احول الجرامر دوت لجرامر جديد بحيث انه يكون متطابق الرايت مع الليفت. طيب ازاي؟ اول حاجه قال لي مبدئيا علشان خاطر تعرف انت في عندك مشكله ولا لا، لو لقيت اتنين او حاجتين في نفس السطر موجودين مع بعض تعرف ان انت كده عندك مشكله. يعني ايه؟ يعني انا لو لقيت حاجتين نون تيرمينال بنفس الاسم موجودين في جزء واحد اعرف ان انا كده هيبقى عندي ambiguity. طيب احلها ازاي؟ عباره عن ان انا هشوف النون تيرمينال اللي موجودين في نفس الجزء واجمع عليهم واحد. يبقى انا عندي هنا اكسبريشن ار واوب اكسبريشن ار، يعني حاجتين موجودين بنفس الاسم. يبقى انا عندي هنا نون تيرمينال زائد واحد، يعني النون تيرمينال اللي اتكرروا اللي هما الاثنين زائد واحد، يبقى انا عندي الجرامر ده هيتحل في 3 سطور. طيب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تواجهني؟ البريوريتي للعلامه. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا في الاوبريشن في بلس وماينس ضرب وعلى. طيب الكلام ده كله ملهوش نفس البريوريتي، فانا بعمل ايه؟ برضو لازم اقسم البريوريتي او لازم اقسم العلامات ديت على حسب البريوريتي. قال لي ان البريوريتي الاعلى يعني الضرب والقسمه هتبقى موجوده تحت، والبريوريتي الاقل اللي هي البلس والماينس بتبقى موجوده فوق. طب الكلام ده هفكه ازاي؟ ثانيه واحده نبدأ نشوف ازاي بنحل المشكلة لما يكون عندي حاجة في الجرامر والليفت مش زي الرايت، يعني عندي ambiguity. طيب أول حاجة احنا قلنا إن احنا القانون بتاعنا النون تيرمينال بلس 1، يعني أنا عندي هنا اتنين اكسبريشن متكررين في نفس الجزء، يبقى 2 زائد 1 هيبقى 3، هيبقى أنا عندي 3 رول. طيب يبقى أنا أول حاجة عندي أدي أول رول اللي هي الاكسبريشن. تاني رول هسميها باسم مختلف، ممكن اسميها اكسبريشن R1 او اي اسم انا عايزه، هنا سميتها ترم. تالت حاجة سميتها فاكتور. طيب ببدأ اعملهم ازاي؟ اول اكسبريشن هتنزل زي ما هي، جميل. اللي بعد السهم اكسبريشن ار ما كانش فيه اي مشكله لحد دلوقتي، يبقى انا هنزل اكسبريشن ار. طيب احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي ما دام تلاقينا عندنا علامات يبقى لازم نقسم لهم البريوريتي بتاعتهم. يبقى انا عندي ثلاثه اكسبريشن للرول ديت، وهيبقى عندي هنا هقسم البريوريتي على الاوبريشن هيبقى عندي 2. يبقى انا عندي مجموع الرول اللي انا هتبقى موجوده عندي عشان اخلي الجرامر دوت انا امبيجوس 5 رول. طيب يبقى انا اول حاجه اتفقنا ان انا هنزل اكسبريشن ار زي ما هي، وبعد كده اكسبريشن ار اللي بعد السهم زي ما هي لان ما فيهاش مشكله. جينا عند الاوبريشن قلنا ان احنا هنقسم، فانا قسمت فعلا الاد اوب اللي هي فيها البلس والماينس وخليتها فوق لان هي البريوريتي بتاعتها اقل. بعد كده الضرب والقسمه ليهم بريوريتي اعلى فخليتهم تحت وسميتهم مال اوب. بعد كده اكسبريشن ار انا هستعمل الاد اوب الاول لان هي اقل بريورتي، فانا هحط اكسبريشن ار اد اوب. يبقى الاد اوب هنا بتعبر عن الاوبريشن في الشكل القديم. طيب بعد كده كان عندي هنا اكسبريشن ار وانا ما ينفعش احط الاكسبريشن ار تاني عشان ما يبقاش عندي نفس المشكله، فهعمل ايه؟ هحط اسم الرول الثانيه اللي انا هعملها، يبقى انا سميتها ترم، يبقى انا هحط هنا ترم. طيب بعد كده
هقول له اور ترم. جميل. يبقى وتاني رول عندي، تاني رول عندي احنا قلنا كان ممكن يكون الفي او العلى، يبقى انا هحط عندي هنا ترم، بعد كده المال اوب اللي هي فيها الاوبريشن بتاعتي، بعد كده اسم الرول الثالثه اللي هي فاكتور واور فاكتور. بعد كده اللي كان متبقي عندي في المسائل الاساسيه هبدا انزله في اخر واحده. كان متبقي عندي قوس اكسبريشن اور قوس نزلتها، اور كان موجود عندي اي دي نزلت الاي دي، كان موجود عندي نم نزلت النم. يبقى انا عشان احلها اول حاجه عدد النون تيرمينال بلس 1 3، يبقى انا عرفت ان انا عندي 3، لقيت عندي اوبريشن يبقى انا لازم اعمل بريورتي للاوبريشن ديت، يبقى هقسم الحاجه الاقل تبقى في الاول والحاجه البريورتي بتاعتها اعلى تبقى في الاخر. طيب يبقى انا عندي اول حاجه بتنزل بنفس الاسم اكسبريشن، وبعد كده اكسبريشن الاد اوب عشان هستعملها لان هي بريورتي اقل. جميل. بعد كده اسم الرول الثانيه اور اسم الرول الثانيه، يبقى دي كده قاعده عامه ببدا اشتغل عليها. حلو. بعد كده الرول الثانيه ترم اور ترم، يبقى انا لازم في الاول خالص اكسبريشن سهم اكسبريشن وترم سهم ترم. جميل. بعد كده عندي الرول الجديده اللي انا عملتها للاوبريشن، بعد كده اسم الرول الثالثه اور اسم الرول الثالثه. طب في الرول الثالثه هحط ايه؟ في الرول الثالثه او في الرول الاخيره هحط كل الحاجات اللي ما كنتش حاططها وموجوده في المساله الاساسيه عندي. شكل تاني ممكن يكون برضو في الامبيجويتي هو عبارة عن شوية رول مديهاني اسمها statement فيها if statement or other، if statement فيها if expression statement or if expression statement else statement. لقيت ان انا عندي هنا if expression statement وعندي هنا or if expression statement else statement، يعني if expression statement متكررة هنا ومتكررة هنا. يبقى انا عندي في الرول الاولانية هحط if expression statement، وبعد كده هكريت رول جديدة احط فيها الباقي اللي عندي من غير ما اكرر الجزء اللي كان موجود فوق. يبقى انا عندي كده هو ده الامبيجويتي. الامبيجويتي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هعمل ليفت موست ديريفيشن ورايت موست ديريفيشن، لو الاثنين كانوا متطابقين يعني الاثنين زي بعض بالظبط يبقى دوت ان امبيجوس. طيب لو الاثنين ما كانوش متطابقين وكان في اختلاف ولو في خطوه واحده بس ما بين الليفت والرايت يبقى اسمه امبيجوس. وكل اللي بيكون مطلوب في المسألة إن هو عايز يثبت إن هو ambiguous أو unambiguous، فببدأ أعمل له الليفت والرايت وبشوف هل لو الاتنين متطابقين أو لأ، وعلى حسبها هيبقى ambiguous و unambiguous. طيب أنا عايز أحل المشكلة اللي هتبقى عندي لو هو ambiguous، هعمل إيه؟ هشوف عدد النون تيرمينال اللي متكررين عندي. طيب بعد ما أشوف عدد التيرمينال اللي متكررين عندي لقيت إن هما 2، يبقى 2 زائد 1 يبقى أنا عندي 3، يبقى عندي ال3 دول هيبقوا هما عدد الرول الجديدة. جميل. ولو عندي اوبريشن فانا بعمل لها بقسمهم على حسب البريورتي بتاعتهم، الاقل بيبقى في الاول والاكبر بريورتي بيبقى في الاخر.